راجل ممكن يدخل على مراته البيت يلاقيها قلب بوزها مالك مفيش، او بيكلم خطيبته في التليفون ويلاقي صوتها متغير مالك مفيش. كلمة مالك مفيش دي اخدت جزء كبير قوي من حياتنا، ولو ما سألش اكتر من مرة بتقفش وبتزعل. الدراسات بدأت تدخل في الحتة دي علشان مش بس المجتمع العربي هو اللي بيقول مالك مفيش، ده كمان الأجانب بيعملوا كده. فكلمة مالك مفيش دي طلعت مش ان هي بتضايق الراجل، دي بتختبر مشاعره في الاهتمام. بمعنى ايه؟ الراجل ليه ما بيبقاش متوقع كلمة ان هو لازم يسأل مالك 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 كتير، وان هو من مرتين هي ممكن بجد تقفش والموضوع بجد يقلب خناقة كبيرة، وان بتتهم ان انت ما بتهتمش بمشاعري وان انت اتغيرت وان انت وان انت وان انت. هو ليه ده بيحصل؟ طبيعة الراجل مع الراجل لما بيجوا يتكلموا او حاجة وهو يسأله مالك في ايه، والله عندي كام مشكلة ودماغي متسحولة في كذا الف حوار. طب ربنا معاك، او لو احتجت حاجة انا موجود تعال احكيلي. بس ما بيسألوش مالك كتير، لان الراجل لما بيجي يقول لصاحبه احكيلي او كده، هو بيحس ان هو بينتهك الخصوصية بتاعته، فما بيسألوش مالك، هو بيسأله مالك مرة والراجل رد عليه. فلو انت حابب تحكي لي اوكي، لو مش حابب خلاص، لان دي انتهاك للخصوصية. فهو بيتعامل مع كائن المرأة زي كده، بس هو ما بيبقاش عنده وعي ان فكرة انه مالك مفيش دي مش قصدها بيها ان هي تضايقه، هي بتختبر حتة ان زعلها فارق له، هي بتختبره. وعلى فكرة هي ما بتبقاش واعية لده، بس ستات كتيرة قوي مالك مفيش مالك مفيش على طول بنلاقي ده مش ان انا بضايقه ولا ان انا بسخف عليه وانا ان انا مش عايزة احكي، لا انا عايزة اختبر فارق لي زعله ولا لا، بختبر احساسه انه مهتم قد ايه. هل مهتم بس ان هو كان عارف ان انا عندي مشكلة فعارف عايز يعرف هي وصلت لفين، ولا هو مهتم اصلا ان هو يعرف مشاعري فيها ايه؟ هي على فكرة الست ما بيبقاش فارق معاها ان انت تحل المشكلة، على قد ما هي حست ان هي واخدة جنبه ومدية بوز فارق لك. ومش مشكلة تحل انت المشكلة خالص، يعني مش فارق معاها المشكلة، فارق معاك انت هتعمل ايه في زعل. فهي بتختبر ده، وهي ما بتبقاش واعية لحاجة زي كده، او ما بتبقاش عارفة هي بتعمل كده ليه. لدرجة ان اوقات رجالة كتيرة بتقول ما بينها وما بين نفسها كده، تقعد تتكلم، هي امي كلمتها تاني، طب هي قفشت البت اللي انا بكلمها على الفيسبوك، طب تكون اختي بعتت لها حاجة، طب تكون شافتني امبارح في الشارع وانا واقف مع اصحابي، طب تكون متضايقة عشان انا مردتش عليها على الواتساب، طب تكون شافتني وانا مسك الموبايل واقف بتكلم ومعرفتش ان انا معايا ويتنج عشان هي ايفون. 100,000 حاجة وحاجة بقى بتيجي في دماغه وهو مش عارف هو ايه اللي مزعلك. والمفروض ان الست عايزاه يعرف لوحده هو ايه اللي مزعلها، وده ما بيحصلش. فنصيحة للراجل، عشان الست ده بالنسبة لها امان، والامان بيندرج تحت 3 حاجات: ان انت بتهتم بيها، ان انت مش بتأذيها، ان انت بتحميها. فمعلش ابقى زود شوية كلمة مالك، يعني اضغط على نفسك. اما بالنسبة للست فمن فضلك ما تزيديش فيها، يعني اخرك مثلا 3 4 مفيش، يعني المرة ال5 قولي، لان هو ما عندوش طقطان وهو مش فاهم. لان في رجاله كتيره جدا ما عندهمش وعي الحته دي، اللي هو مالك مفيش، طب ماشي تمام اوكي، يعني عادي صباح الفل.